الإبل رغم ضخامتها لكنها عاطفية إلى أبعد حد. الصوت الجميل يؤثر فيه. إذا تبغى الجمل يرتاح في السير أحدله، سمع صوت جميل. من الأصوات ما تبكي الإبل لسماعها. بعض الإبل يبكي لسماع القرآن، إذا سمع القرآن يبكي، عاطفة. واحدة من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم راجع للمدينة وعنده واحد حاج اسمه أنجش صوته جميل، والإبل إذا طربت أسرعت، اللي تطرب خلاص تنطلق. والعرب يستخدمون الحداء لزيادة السرعة عند الإبل، بدل الصوت غني بس، جيب صوت جميل وشوف كيف تمشي. فبدأ أنشش يحدو، يطلع صوت جميل، فطربت الإبل وطارت بالسرعة، وكل ما زادت سرعتها زاد أنشش في العطاء لها، يلا خذي صوت. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنششة رفقا بالقوارير. شويش الإبل بطيح النساء، القوارير النساء رفقا بالقوارير. صوت الجميل يطربها، آية من آيات الله. والإبل ما تنسى صاحبها مهما تقادم العهد، ما في أحفظ للود والعهد من الحيوانات أكثر من الإبل. في رجل كانت عنده ناقة وجابت له ما شاء الله، وصاحبته فترة زمنية طويلة، وافتقر الرجل وباع الناقة. هذا أمر شديد يعني فترة قريبة، وهو من أهل القصيم. المهم باع ناقته وقال قصيدة يعني وداع لهذه الناقة، وهي تحس به وهو يحس بها. فكان يمشي مع طريق الرياض القصيم وشاف إبل، قال هذه الإبل فيها ناقتي، قال هذه الإبل فيها ناقتي، حس فيها. قال كيف عرفت؟ قال بتشوف، أنا بوقف هنا أحدو وناقتي بتخرج من بين الإبل وتجي عندي. وقف يحدو يعني يغني حدا، شوي طلعت هذه الناقة تجري من بين الإبل، لما جات وحطت راسها على رقبته من هنا. حنان، عطف، شوق، سمي ما شئت.